أنا مين؟ مش سؤال سهل قوي، بس كل مرة بتسأل السؤال ده بحاول أفتكر كل الحاجات الحلوة اللي اتقالت عني واللي اتقالت لي. زي مثلا إني لذيذة، بضحك الناس، طيبة، قلبي أبيض، ذكية، عفوية وعلى طبيعتي، صريحة ومحبش اللف والدوران، حقانية بقول الحق لو على رقبتي، مش بقفش بسهولة، جدعة، باخد بالي من أصحابي، بسد وقت الشدة، شاطرة وحكيمة. بس بصراحة مش دي الصورة الكاملة عني. زي ما في حاجات حلوة الناس شايفاها فيا، في حاجات وحشة برضه. زي مثلا إني أنانية، متكبرة، شايفة نفسي، غشيمة، كدابة، غبية، دبش، مش أمينة، عنيفة، قلبي أسود، مصطنعة، فاشلة، مملة، رخمة، عصبية، مجنونة، ما يتوثقش فيا. في ناس كتير قوي شايفين نفسهم بس بالصورة الحلوة، عايشين جواها وبيحاولوا يصدقوا ان هم جمال قوي وما بيغلطوش، وان كل مأساة في حياتهم دي بسبب اخطاء وشر اللي حواليهم، وهم دايما ضحية لمشاكل الاخرين. وفي ناس تانية متواضعين كفاية ان هم يشوفوا مشاكل في نفسهم، بس المشكلة ان هم بيفضلوا دايما بس شايفين عيوبهم في عينين الناس، وطول الوقت بيحاولوا يكسبوا ثقة وحب وقبول اللي حواليهم بان هم يطلعوا من الصورة دي. بس لما بيصدقوا الصورة المشوهة دي عن نفسهم بيكرهوا نفسهم. في ناس تانية بقى بتقول علشان تكون إنسان سوي لازم تشوف نفسك بطريقة مختلفة شوية، يعني تشوف عيوبك ومميزاتك في نفس الوقت، وتحب الحلو اللي فيك وتشتغل على الوحش علشان تتصالح مع نفسك وتتصالح مع الناس وترضيهم. يعني بمعنى تاني، حاول على قد ما تقدر تدخل جوه الصورة الحلوة المقبولة اللي اترسمت لك في الأول، عشان الصورة دي ما تتحبش، والصورة دي مهددة طول الوقت بإن هي تترفض برضو، لأن من غير المجهود اللي بتبذله علشان تحافظ على حبهم ليك هي نفس النتيجة، انت برضو ما تتحبش. طب وانت اللي بره الصورة، انت اللي مش عارف يدخل ولا في الصورة دي ولا في الصورة دي، عامل ازاي بجد من بره؟ انت مين؟ الناس اللي حوالينا دايما بتقيمنا، دايما بتلزق علينا الستيكرز دي، بتحطنا في قوالب، بيتمنونا على اساس الحاجات اللي بنعملها. انا عندي عيب معين يقولوا عليا انا تمني قليل، بس المشكله ان برضو لما بيتقال لي كلام حلو، انت ذكي، انت حقاني، وبتحس يعني انا بعمل حاجه حلوه فتمني غلي، برضو بتبقى قلقان، لان دايما بتقارن نفسك مع اللي احسن منك، اللي اذكى منك. وحتى لو انت اذكى واحد في الدنيا برضو هتفضل قلقان لحسن يطلع واحد اذكى منك. دايما بقيم نفسي، ودايما الناس بتقيمني على اساس انا بعمل ايه، ودايما بيبقى شغلي الشاغل ازاي ارضي الناس اللي حواليا، ازاي تمني يبقى غالي قوي قوي عن طريق الحاجات اللي انا بعملها، لحد ما تتقابل مع شخص يعرف تمنك بجد، يعرف يقول انت مين بجد. الشخص ده هو اللي خلقك، هو اللي صنعك، هو ربنا. بس ربنا لما بيشوفك مش بيديك تمن بناء على انت بتعمل ايه، بناء انت قوي النهارده ولا انت ضعيف النهارده، انما ده بيحبك قوي 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 وشايفك غالي قوي قوي قوي. المسيح لما جه يدفع تمن فيك، لما جه يشتريكي، لما جه يشتريك، دفع فيك تمن هو دم يسوع المسيح ابن الله. تخيل قد كده انت غالي، تخيلي قد كده ده تمنك، اغلى من اي حاجه انت بتعمليها سواء كانت حلوه او سواء كانت وحشه. بس للاسف ساعات كتير قوي برضو بنصمم ان احنا نصدق كلام الناس. وسؤالي ليك النهارده وسؤالي ليكي، هتصدق كلام الناس؟ هتصدق الناس حطاك في قالب شكله عامل ازاي؟ هتصدق التمن اللي هم تمنوك بيه؟ ولا هتصدق الشخص اللي خلقك وعارف كويس قوي انت مين، برغم ضعفاتك، برغم سقطاتك، برغم اي حاجه وحشه بتعملها، هو قال ان انت تمنك غالي قوي.